اهلا بيكم يا اساطير، يلا نكمل الجزء الخامس من حكايه فينج محارب الظل. لقاء كتير بسرعه ويلا بينا نبدا. زي ما شفنا نهايه الجزء اللي فات، لين فينج بيتعرض لهجوم مفاجئ من وحش قوي جدا، لكنه بيقدر يتخلص من الوحش دوت بالفعل، وكان خلاص هيمشي من المكان بعد ما خد كريستالات الوحوش اللي قتلها. لكن الشيخ بيوقفه بعصبيه شديده وبيتهمه انه مش بس قتل الوحوش لكنه كمان بياخد الكريستالات بتاعتهم. فبطلنا بيكون هادي وواثق جدا في نفسه وبيسال الشيخ بقى لو كان عنده اي دليل انه سرق الكريستالات ديت بالفعل. لكن في اللحظه ديت المساعد بتاع الشيخ بيتدخل بسرعه وبيكون شكله كده زهقان من فينج هو كمان، وبيعترض على طريقه فينج في الرد على الشيخ، وبيقول بقى ان مجرد ما الشيخ قال انه سرقهم يبقى دوت كافل ادانته اصلا. لكن بطلنا بيكون اذكى من انه ينساق في الكلام ده، وبيوضح بهدوء انه فاهم نيتهم الحقيقيه، وبيقول لهم ان هم لو عاوزين يتخلصوا منه ومش ضروري ان هم يلفقوا ليه اي تهمه، وكل اللي هم محتاجينه ان هم يكونوا قادرين يهزموه بالفعل. وبيحاول يستفز الشيخ اكتر وبيضيف ان هو مجرد طالب خارجي. فايه بقى اللي مخلي الشيخ خايف منه للدرجه دي؟ فالشيخ بقى ما بيستحملش الكلام ده وبيؤمر المساعد بتاعه انه يتدخل عشان يقضي على فينج دلوقتي ويختبر قوته كمان. لكن بطلنا بيكون مستمر في مواجهه الموقف دوت بكل هدوء، وبيقول للشيخ واضح انك مش عارف تواجهني يا معلم، وعشان كده بعت المساعد بتاعك. والكلام ده بيربك الشيخ لدرجه انه معرفش يرد على بطلنا، ودوت بيخلي كل الطلاب اللي واقفين يتفاجئوا من قدره فينج على اسكات الشيوخ. وبعدها فينج مشي من المكان بهدوء وهو بيقول ان عنده حاجات اهم يعملها زي قتل بعض الشياطين. لكن في نفس الوقت ليه كانت موجوده في المكان، ودوت خلى الموضوع يتغير بشكل كبير، وبتكون مستغربه من وجود فينج اصلا. لكن بعدها بتشترك معاه في مواجهه الشياطين اللي ظهروا قدامهم. لكن الموضوع ما كانش سهل لان فينج واجه شيطان من الطبقه الروحيه، وكان واضح جدا ان المواجهه ديت صعبه جدا. لكن وقتها الشيخ الخبيث بيستخدم قوته في السر عشان يوقف فينج في مكانه، ودوت خلى بطلنا في وضع صعب جدا. اما فينج بقى بيلاقي نفسه متعطل بسبب هالة الشيخ اللي وجهها عليه، ودوت خلى حركته متكتفه. والطلاب اللي واقفين بالفعل كانوا متوقعين ده، وبيقولوا ان مواجهه شيخ عظيم مش حاجه اي حد يقدر عليها بسهوله، لان مفيش اي حد في الطائفه يقدر يعارضه غير الرئيس. لكن في اللحظه ديت بطلنا بيفهم ان الهاله ديت هي روح التعبان، وشكلها كده اقوى من اللي هو توقعه في الاول. اما البنت ليه بتقرر تتدخل وتساعد فينج رغم ان هي كانت بتراقب من بعيد في البدايه اصلا. لكن خلال ما المعركه بتاخد شكل خطير جدا، جد ليه بيوصل للمكان في الوقت المناسب، والتدخل بتاعه كان حاسم بشكل كبير وقدر بسهوله يخلص على باقي الوحوش اللي كانوا بيهددوا الناس. لكن بعد ما الموضوع هدي شويه، ليه بتبدا تحكي لجدها عن كل اللي حصل، وشرحت ليه ان الشيخ العظيم اتعمد يوقع واحد من التلاميذ بتوع الطائفه ورماه في بق واحد من الوحوش بدون اي رحمه. فالشيخ بيحاول وقتها يبرر افعاله وبيقول ان فينج سرق الكريستالات من الطلاب التانيين، وحاول يهرب كمان بعد ما عمل الجريمه دي وعشان كده يستحق الموت. لكن الشيخ الكبير بيتعصب جدا من التبرير دوت، وبدون اي تردد بيوجه صعقه برق ناحيه الشيخ، وبيقول للشيخ بقى ان هو اللي يستحق الموت بسبب انه هاجم تلميذ صغير من الطائفه. وبيكون بقى واضح في كلامه جدا وبيعلن للكل انه مش هيرتاح الا لما يتخلص من الشيخ ده، لان افعاله غير مقبوله ابدا. بس الشيخ بيحاول يهدي الموقف وبيطلب من المعلم الكبير انه ما يكبرش الموضوع اكتر من اللازم، لكن التوتر بيكون في قمته. وفي اللحظه الحاسمه دي رئيس الطائفه بيتدخل وبيطلب من المعلم الكبير انه يشرح سبب غضبه واللي خلاه يتصرف بالشكل العنيف ده. فالمعلم بكل حزم بيقول له انه بيطهر الطائفه من الخونه والضعفاء اللي بيسيئوا لسمعتها، وهنا بيقصد اصلا وجود الشيخ العظيم اللي بيشكل الخطر الحقيقي عليهم. بس رئيس الطائفه بيحاول ان هو يهدي الموقف شويه، وبيطلب من المعلم ما يتسرعش في القرار بتاعه، وبينصحه بقى انه يفكر في مصلحه الطائفه قبل اي حاجه. لكن المعلم بيرد عليه بشكل حاد جدا وبيتهمه انه فقد شهامته في اللحظه اللي استلم فيها منصب الرئيس. وبعد الكلام دوت بيسيبهم يمشي من المكان وهو غضبان جدا، وبيسيب الكل في حاله من التوتر الكبير. لكن بعد كده بنروح لفينج اللي بيلاقي نفسه فجاه في مكان غريب جدا ومش فاهم منه اي حاجه، وكان شايف قدامه روح سماويه مرعبه بتقرب منه، وبدا يسال نفسه لو كانت الروح ديت هي الهيئه الحقيقيه للوحش اللي بيواجهه ده. اما في نفس الوقت بيظهر على ايده شكل غريب لروح التعبان، والوحش اللي قدامه بقى كان بيقرب اكتر قبل ما يفهم الوضع بالكامل. بس فينج بيفقد وعيه في الوقت ده، لكنه لما فاق بيكتشف ان في حاجه مش طبيعيه حصلت له، وبيحس ان قوته زادت بشكل كبير فجاه، وبيدرك كمان انه وصل للطبقه الروحيه التانيه. بس بيبدا يفكر في اللي حصل،
وبيستنتج ان روح التعبان اللي ظهرت ليه عندها القدره على ابتلاع الارواح الشيطانيه اصلا، وده خلاه يتحكم في ارواح الوحوش ويجذبها كارواح اضافيه ليه، وبالتالي بقى زادت قوته بشكل كبير. والقوه الجديده ديت هي كانت حاجه استثنائيه اصلا، وقادره ان هي تتحدى قوانين الطبيعه نفسها. وبيقعد يضحك ضحكه انتصار وهو حاسس ان هو نجي من الكارثه الكبيره دي، وكمان بقى اقوى من الاول بكتير. لكن بعدها بيخرج من المكان اللي كان فيه ده، وبيكتشف ان سرب الوحوش اللي كانوا بيهاجموا الطائفه لسه موجود، وبيستخدم بقى قوته الجديده وقدر يقضي عليهم كلهم. لكن بيكون مستغرب اكتر من القوه اللي اكتسبها. لكن خلال ما هو بيقضي على الوحوش بيقول لنفسه ان اللي جوه جبل الرياح السوداء فعلا مرعب، لكنه رغم كده كان مصر على مواصله القتال. وبيعدي يومين كاملين وفنج بيكون مستمر في القتال قدام الشياطين، وبدأ يحس ان موجة الوحوش الشرسة قربت على الانتهاء خلاص. اما في نفس الوقت كان اختبار الطائفة الكبيرة على وشك البدء، وعلى الناحية التانية كان في 2 من التلاميذ بيقاتلوا الشياطين بشراسة. بس فجأة بطلنا بيظهر قدامهم، وبيطلع واحد من التلاميذ هو هان صديق بطلنا، بيقول له اخيرا ظهرت يا معلم، كنت بدور عليك من بدري. لكنه ما توقعش ابدا انه هيرجع للطائفة مرة تانية. فبطلنا بقى بيلاحظ ان هان اتطور كتير وقدر يهزم وحش من الطبقة الروحية كمان. فهان بيضحك بكل فخر وبيقول له انه حصل على فرصة مميزة وقدر يستغلها عشان يوصل للطبقة الروحية كمان. لكن بعدها بيعرف فينج على صاحبه اللي اسمه جين، لكن جين ما كانش مهتم يتكلم اصلا، وبيقرر يروح يجمع الكريستالات بتاعت الوحوش لوحده. فهان بيقول لبطلنا ان جين دايما بارد ومش بيتكلم كتير. فبطلنا بقى بيلاحظ ان معظم الناس كانوا مشيوا اصلا، لكن هان وجين فضلوا موجودين. فهان بيقول له بقى ان هم عاوزين يخشوا اختبار الطائفة، والناس اللي مشيت كانوا عاوزين يجمعوا الكريستالات وبس. لكن بعدها هان بيسأل بطلنا قوته وصلت لفين، لانه عاوز يعرف بطلنا بقى بنفس قوته ولا اقوى منه بكتير. اما في مكان تاني الشيخ كان موجود بيراقب الوضع من بعيد، وليه كانت بتخطى الجولات بسهولة كبيرة. لكنها بدأت تفكر ان طالما فنج موجود اكيد هيقدر يلفت الانتباه بقوته الكبيرة. بس الناس اللي في المكان كانوا بيشاوروا عليها وبيتكلموا عنها بشكل كبير جدا، وبيقولوا ان البنت ديت موهوبة لكن لسه بعيدة عن مستوى ابوها، وان هيكون اصلا صعب عليها تورث المنصب بتاعه او تعيش في الامبراطورية لوحدها. بس في نفس الوقت دوت في بنت بتتوجه ناحية فنج بلهفة شديدة وبتتجاهل وجود هان اصلا. لكن في اللحظة دي كان في مقاتل واقف على الجبل قاطعهم بصوت غاضب جدا، وبيأمرهم ان هم يسكتوا. بس هان ما سكتش وسأله ليه بيتدخل في كلامهم اصلا. بس بطلنا بيتعرف على الشاب ده بسرعة، والشاب بدأ يستهزأ بفنج اصلا وبيقول له انت جاي هنا عشان تنتحر ولا ايه يا عم. لكن فنج ما بيهتمش بالكلام بتاعه، بيكمل في طريقه بهدوء. لكن الشاب ما بيوقفش الاستهزاء بتاعه، بيستمر في الكلام. لكن فنج في اللحظة دي كان متوجه لحلبة الحياة والموت الكبرى، وده المكان اللي كان مليان بناس بتتفرج على التحديات فيه. واول ما شاف الشيخ ورئيس الطائفة دوت استغربوا ان هو لسه عايش اصلا، لانهم متوقعوا ان الوحوش خلصت عليه من زمان. اما ليه نفسها كانت متفاجئة لما شافت فنج لسه عايش، وبدأت تفكر في نفسها على الرغم ان الشاب دوت بيمتلك روح سيف، الا انه اهمل تدريبه لفترة طويلة جدا. بس الشاب اللي كان بيستهزأ ببطلنا بيقرر يتقدم اكتر في مواجهته بالتهديد. لكن فنج بيكون جاهز للمواجهة بالفعل. بس في اللحظة ديت اللي اسمه لين كان قابل فنج في المكتبة قبل كده دخل على الساحة كمان. ففنج بيقول له هو انتوا الاتنين هتقتلوني مرة واحدة؟ انا موافق يا جدعان. اما الشيخ العظيم بقى بدأ يقلق بشكل واضح لما لاحظ قوة فنج اللي زادت بشكل كبير، لانه بيحس ان الواد دوت هيعمل له تهديد اكبر بكتير في المستقبل. بس في الوقت دوت بيظهر الشاب التاني اللي اسمه هاو، واللي كان معروف بقوته الكبيرة جدا في استخدام السيف، وكان دايما بيهزم خصومه بسهولة كبيرة. فلين بيبدأ يتكلم مع هاو يعبر عن ثقته الكبيرة فيه. لكن هاو بيقول له بكل هدوء ان هو مش شايف اي داعي يحرك سيفه عشان يواجه فنج ده، وبيقرر بقى يسيب المهمة ديت للي اسمه لين. بس لين كان واضح عليه ان هو خايف من مواجهة فنج لانه عارف انه قوي جدا. بس بطلنا بيبدأ يستفزه ويقول له انه خايف من مواجهة تشين، وعشان كده جاي عشان يواجهه باعتباره الاضعف. لكنه بيطلب من لين يواجهه دلوقتي بقى عشان يشوف قوته الحقيقية وصلت لفين. ولين بالفعل بيقرب بحذر شديد من بطلنا، لكن بكل سهولة فنج بيقدر يهزم لين بسرعة كبيرة جدا، ودوت بيصدم الكل. بس بعد كده بقى فنج بيوجه كلامه لهاو وبيسأله مش كنت عاوز تقتلني؟ ليه واقف ساكت كده يا معلم؟ فهاو بيحاول يهدده وبيخرج السيف اللي كان معروف بقوته، لكن فنج بيرد وقال له انه هيوريه القوة الحقيقية للسيف.
فلين بيستغرب بقى ويسأله انت ازاي بتتكلم عن السيف وهو مش معاك اصلا، لكن بطنة بيقول له بكل بساطة ان القوة الحقيقية للسيف مش بوجود السيف في ايده اصلا. وفجأة سيف ضخم بيظهر في ايد بطنة ويطلع منه هالة قوية جدا خلت الكل متفاجئين، والرئيس الطائفة نفسه بدأ يفكر بشكل جد في قوة فينج وبيقرر ان هو لازم يهتم بتدريبه. اما الشيخ العظيم بدأ يقلق اكتر وبيفكر ازاي هيقتل فينج دوت قبل ما يتطور، لكن هاو ساعتها بدأ يحس بالخوف وبيقرر ان هو يتراجع. لكن فينج ما كانش مهتم باستسلامه دوت وبيسأله بهدوء هو انت عاوز ايه بالظبط يا معلم. فهاو بيفهم ان الموقف مش في صالحه ابدا وبيحاول يتراجع دلوقتي، وبس في الوقت دوت لين كان بيحس برهبة شديدة جدا من قوة فينج الحقيقية. لكن الشيخ نفسه ما قدرش يخفي غضبه من تصرفات فينج وبيأمر الحراس بتاعه ان هم يحاولوا يوقفوه، وانه لو قاومهم دلوقتي بيكون عنده نية ان هو يقتله بنفسه. ورغم اعتراض الكل على طلب الشيخ بمعاقبة فينج الا ان المساعد بتاعه كان على وشك تنفيذ الامر بالفعل، بس رئيس الطائفة وقتها بيتدخل في الوقت المناسب ويوقف الكل. لكن الشيخ بيقرر ما يستسلمش بسهولة وبيبرر الموقف بتاعه قدام الكل وبيقول ان فينج دوت مغرور وبيتكبر على الكل وما بيحترمش اي حد، وعشان كده بقى لازم يتعاقب ويكون عبرة لباقي الطلاب. بس رئيس الطائفة وقتها بيكون مش مبالي بكلامه اصلا وبيقول له خلصت يا معلم. والكلام دوت بيخلي الشيخ متعصب اكتر وبيبدأ يفكر في نفسه ويقول ان الرئيس دايما كان بيستمع ليه، فايه اللي حصل دلوقتي. لكنه بيكمل كلامه ويقول ان الرئيس الحالي ما بيستحقش المنصب دوت اصلا، وان الشخص اللي يستحقه هو موشي ابو البنت ليه. بس هنا بقى الرئيس بيفقد اعصابه بشكل كبير وبدأ يهزق في الشيخ بشكل كبير جدا وبيقول له انت خدت قرارات كتير جدا من غير ما ترجع لي في اي حاجه، والكلام دوت مش مقبول ابدا. فالشيخ بيحاول يهدي الوضع وبيقر بالخطأ بتاعه وبيعترف بقى ان هو اتجاوز حدوده. بس بعد كده الرئيس بيسامحه لكن بيوجه نظره ناحيه فينج وبيسأله عن اسمه كمان، فبيجاوب عليه ببساطه وبدون اي مقدمات بيعلن الرئيس ان فينج من دلوقتي هيكون تلميذ داخلي في الطائفه. والقرار دوت بيخلي الكل مندهشين وبدأت الهمسات تنتشر بين الطلاب وبيقولوا ان فينج قدر يلفت انتباه الرئيس لدرجه ان هو سأله عن اسمه كمان، وفوق كل دوت خد منصب تلميذ داخلي وبكل سهوله. لكن فينج ما بيكونش فرحان بالقرار دوت وكان حاسس بعدم راحه اصلا وبيقول لنفسه ان لفت انتباه الرئيس دوت مش موضوع كويس لانه كده هيخليه هدف مستقبلي للكل. بس في وسط التفكير دوت كله الشيخ العظيم كان غضبان وقلقان جدا وبيقول لنفسه ان وجود فينج معناه نهايته وانه لازم يتخلص من الواد دوت باي شكل. لكن بعد كده بنشوف ان هان بيخش القتال بتاعه هو كمان وبيقدر يثبت جدارته قدام الكل وبقى تلميذ داخلي رسميا في طائفه يونهاي. وبعد اعلان نجاحه بيتوجه هان بقى ناحيه بطنه بابتسامه وبيقول له حصل زي ما انت توقعت بالظبط يا معلم، وبيكون فرحان جدا بالنتيجه دي. لكن بعدها بقى ليه بتروح ناحيه فينج وبتطلب منه تتكلم معاها على انفراد، فبطنه بيكون مستغرب من الطلب دوت اصلا لكنها بتكون شكلها جاده جدا فبيوافق ويروح معاها، لكنه ما كانش متاكد من السبب ورا طلبها ده، لكنه بيحس ان كلامه معاها هيكون حاجه مهمه جدا ليه، وده لان ليه بتعمل مسافه بينها وبين اي حد اصلا. واللحظه ديت بقى كانت مليانه بالتساؤلات في ذهن فينج، ويا ترى ليه هتكشف له حاجه مهمه وهل ليها علاقه باللي حصل في الاختبار ده، وايه كمان اللي هيواجهه فينج لما يتحول لطالب داخلي، وهل هيقدر الشيخ انه يقضي عليه زي ما هو عاوز ولا فينج هيقدر يواجهه بالفعل. كل دوت هنعرفه في الجزء الجاي. لكن دلوقتي بقى محدش ينسى اللايك والاشتراك في القناه، واشوفكم على خير يا اساطير. سلام.